شركة ماي واي أنا سألت عنها وجلست بعض العاملين فيها وتكلمت أيضا مع بعض الذين اشتركوا فيها، فعرضوا لي الصورة كالآتي: أن يدفع مريد الاشتراك في هذه الشركة 10 جنيهات اشتراك عضوية ليكون عضوا في هذه الشركة، ثم بعد ذلك يسوق المنتجات وله نسبة على تسويق المنتجات. فإذا أتى بعميل وجعله أيضا ممن يشترك في هذه الشركة ويدفع 10 جنيهات ليكون عضوا، كان له من أرباح هذا العميل في كل شيء يبيعه لهذه الشركة أيضا، وهكذا يكون كالعنقود، يعني يبدأ في زيادة العدد وزيادة ما يعود عليه، والذي يأتي بعد الذي أتى به كذلك. إذا أتى بعضو جديد يدفع 10 جنيهات ويبيع مبيعات للشركة يحصل منه على أشياء من أو يحصل منه على أرباح مما يحصل عليه. وهذه الصورة الغرر فيها ليس كبير، لأنه لا يدفع مبلغا كبيرا لأجل أن يكون عضوا فيها، وإنما المبلغ 10 جنيهات مبلغ تافه ليس بالكبير، ويأخذ أرباحا نظير العمل الذي يقوم به. وحتى لو جاء بعده أحد وحصل على أرباح وكان له نسبة من هذه الأرباح فلا بأس أيضا، فهو الذي أتى به ليسوق ويروج لهذه الشركة. إذا كانت بهذه الصورة فلا بأس بها إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، ولكن ينبغي أن يتحرى من يريد العمل فيها قانون هذه الشركة واللائحة الداخلية لهذه الشركة، لأنني ذكرت هذا الحكم بناء على ما ذكر لي ولم أراجع ذلك في ملفات الشركة أو في لائحتها الداخلية. والحقيقة ألح علي كثير من الإخوة والأخوات في الإجابة على هذا السؤال منذ فترة طويلة، ولكنني توقفت في الإجابة عنه حتى أعرف كيف تسير هذه الشركة، ولم أتمكن من الوصول إلى لائحة العمل فيها أو القانون الداخلي لهذه الشركة. لكن ما ذكرته وما وصل إلي وبناء عليه لا شيء فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا.